السلام عليكم ورحمة الله. أرحب فيكم مرة ثانية في لقاء تحديد المركز الثالث في كأس السوبر المصري للأندية الأبطال أبو ظبي 2024. طبعا أرحب بكابتن فريق أو كوتش فريق بيراميدز كرونوسلاف والكابتن دودو جباز، ويا ريت تعطونا فكرة عن تحضيرات للمباراة المرتقبة مع سيراميكا في استاد النهيان. Assalamu alaikum. Game for that position, for me, one preparation match. Preparation for the next season. Good preparation match against very good Ceramica. Looking now this match against Ahli. Ceramica for me was better team. Play better football. They lose. And I think that we will have one nice match. I will give chance some more players because for the rest of the season we need a lot of players in the roster who is in the form and who can play normal match 90 minutes. طيب هو ماتش بكره ماتش ضد سيراميكا تحديد المركز الثالث، ماتش تحضيري كويس للموسم الجديد، ماتش ضد فريق قوي. اتفرج على ماتش سيراميكا والاهلي في نص النهائي اللي فات. سيراميكا كان فريق افضل، لعب ماتش افضل، فبالنسبه له هو ماتش تحضيري كويس ضد خصم كويس. كابتن دودو. السلام عليكم. طبعا بكره ماتش، اعتقد ان هو ماتش هيبقى كويس جدا، ماتش تحديد المركز الثالث والرابع. طبعا ده ما كناش نطمح ليه احنا كنادي او كلعيبه يعني، لكن ده الموقف دلوقتي. فرقه سيراميكا فرقه هايله، اتفرجنا احنا على الماتش مع النادي الاهلي، كان ماتش حلو جدا. هي فرقه عارفينها طبعا الدوري وعارفين طريقه لعبها، بتلعب كوره كويسه وعندهم لعيبه هايله، واعتقد هيبقى يعني ماتش حلو للناس اللي بتحب الكوره، لان احنا الفرقتين بيلعبوا كوره، واكيد هيبقى طموحنا ان احنا نكسب الماتش زي اي ماتش بنلعبه. نفتح المجال الآن لأسئلة الأخوة الصحفيين برجاء تعريف عن الاسم وعن الجهة التي تنتمون إليها قبل طرح السؤال أو بعد طرح السؤال. تفضل. خالد علي، صحفي في البوابة نيوز. عاوز اسال دودو الاول، كلعيبه ازاي اتعاملتوا مع مصطفى فتحي؟ يعني كانت حالته النفسيه ما كانتش كويسه. عاوز اسال مستر يوريتشيتش برضه، ليه بيراميدز يعني مش هيفضل فريق دايما على طول عنده سوء توفيق بيخسر بركلات ترجيح رغم انه كان افضل، وهو بيشدد على ان المباراه تحضيريه للموسم الجديد. هل بالنسبه له مش فارق المركز الثالث من المركز الرابع؟ يعني سؤال طبعا هايل، لان انا مش عايز اجيبها يعني مصطفى بس، لا عامه اللعيبه كلها، احنا كلنا كنا محبطين لان احنا كنا حاسين ان احنا كنا الاحسن في الماتش، نستحق المكسب ده. مصطفى فتحي ده لعيب من احسن لعيبه في مصر، ولو في الماتش خلال الماتش كمان رمضان ضيع ضربه جزاء، رمضان ده لعيب من احسن لعيبه في مصر. مش هقول لك الاثنين دول لعيبه من احسن لعيبه عندنا، لا من احسن لعيبه في مصر. دي حاجه طبيعيه في الكوره، حد بيضيع وحد بيجيب جول وحد بيصد صده، اللعيبه دي كبيره، واحنا الحمد لله معظم اللعيبه اللي في اوضه اللبس لعيبه عندها خبره، فعارفين ان الحاجات دي هتحصل. طبعا اكيد اي حد بيكون حاسس ان هو كان سبب بشكل مباشر او غير مباشر، بيكون حالته النفسيه بتبقى يعني اسوأ بالذات في الخساره. لكن احنا كلنا الفرقه، انا اللي اقدر اقوله لك ان اوضه اللبس عندنا دلوقتي هايله، وكلنا في ظهر بعض، وكلنا في المواقف الوحشه قبل الحلوه بنقف في ظهر بعض، ونحاول نطلع منها باسرع وقت. Yes, I don't want to speak about that for position. I'm speaking about the match. I want to win all the match, and my players want to win all the match. And we're going the match against Ceramica with this motivation. We want to win. I agree with you. In all the big matches, there we are better team, and at the end we're losing. Why? Yes, I spoke with my players on the analysis after the match against Zamalek about this. This is our problem. We have to improve in this part. It's not only in football. It's not only enough to be better team. It's important to win on the end. But
more time, I have to speak about something what is out of the football. And the last time on the press conference, I told you that I don't want to speak about things about football, what is out of the football. I'm a football coach. I came here to Egypt to work in football, and I will continue with the working football. But I want to see some person who will give me this line and who will tell me, look at this is offside. I want to see one person, or I don't know which person, but I want to see this, who will tell me, look at this is line of your players, this is line of players of the Zamalek, and who will tell me, look at this is offside. I didn't see this. I want to see some person who will say, look at this out is for Pyramids, this out is not for Zamalek. After this out will receive the goal. A lot of question out of the football. I don't want to speak about this. We will play a match against Ceramica, we will play a good match. I have a lot of excellent guys, we have excellent atmosphere, and we will continue like before. طيب بالنسبه للسؤال بتاع الثالث والرابع، هو مش عايز يخش في التفاصيل دي. هو في الاخر ماتش، هو بيخش اي ماتش هو والمجموعه بتاعته بيطمع ان هم يكسبوا الماتش ده. فلو تحديد مراكز فمش دي اهميه، يعني مش ده اللي هو بيطمح ليه. هو بيطمح ان هو يكسب كل الماتشات اللي هو بيلعبها. بالنسبه للنقطه الثانيه، هو الماتش يعني كان في حاجات حصلت منهم الكره بتاعت الاوفسايد اللي هو كان لسه بيشرحها دلوقتي. مفيش حد جاله بيقول له ان الخط ده خط اللعيب بتاعك والخط اللي بعديه ده الخط بتاع اللعيب المنافس. مفيش حد وراله صوره او وراله توضيح للموقف نفسه، ولا بالنسبه للاوت اللي جه منه الجول. فهو علشان يتكلم على الاشياء، يعني على الاشياء دي، هو هيضطر يتكلم في حاجات بره الكوره زي ما قال لكم في المؤتمر الصحفي بعد الماتش اللي فات. فهو جه هنا عشان يركز في الكوره، جه هنا علشان يتكلم في حاجات ليها علاقه بالحاجات اللي بتحصل جوه الملعب والفعاليات اللي بتحصل جوه الملعب. بس اي حاجه ثانيه بره الكوره هو مش عايز يتكلم فيها، زي ما اداك الاكزامبلز اللي هو لسه طرحهم دلوقتي. في اي اسئله اخرى؟ استاذ سعيد محمد. عرفنا عملك دائما مع كل فريق تحضر معه، كان لك بصمه. نرى دائما المستوى اللي وصل فيه بيراميدز بهذا الشكل، ووقوفه ند لاحد اهم الفرق واقوى الفرق في وطننا العربي الاهلي. الى اي مدى يشوف المباراه هذه والمباراه الحاليه بتاخذنا الى حصد الالقاب؟ خصوصا بيراميدز اعتقد انه هو جاهز لان يكون احد الفرق اللي تبدا تحصد الالقاب سنويا. كيف ترى المستقبل اليوم من المباراه هذه وقادم الايام؟ Thank you for nice word. Thank you very much. I will only repeat all. This is for us one preparation match now. We fighting. I don't want fighting in my life for that position. This is for me. This is nothing. I want to be first. And normally we want to win this match. I will give chance in this match some guys who didn't play the first match, because we will have, especially in December, January, we will have a lot of matches. Every 2-3 days we will have match, Champions League competition, and I need more players in the roster in the good form. And this is excellent chance that my players who are not being the first playing maybe the first match or in some preparation match what we played to Turkey, that can show me that they can play in serious match. This is playing for this next match. طيب بالنسبه للماتش ده، هو ماتش تحديد المركز الثالث. هو بالنسبه له هو ماتش تحضيري فقط، عشان هو مش بيطمح ان هو يطلع مركز ثالث. هو على طول بيفضل ينافس على المركز الاول. فالماتش ده بالنسبه له هو ماتش تحضيري، يقدر يدي لمجموعه لعيبه ما كانوش بيشاركوا الفرصه ان هم يشاركوا ويثبتوا نفسهم، بالذات ان كان في لعيبه مش معانا في المعسكر الاعداد بتاع اول الموسم. فهو هيشوفهم وهيكون يعني هيخلق فرص للعيبه مش بتشارك بصفه دائمه، يعني علشان في شهر ديسمبر وشهر يناير اللي جايين هيبقى عندنا ماتشات كل يومين ثلاثه. فهو لازم يحضر اللعيبه دي ذهنيا وبدنيا ان هم يكونوا جاهزين ويقدروا يشاركوا في الماتشات اللي هي الرسميه اللي جايه.
سؤال آخر أستاذ سبورت. عمرو مختار اون تايم سبورتس. بسأل الكوتش اولا كيف تعامل مع رمضان صبحي نفسيا هو الكوتش نفسه بعد ضياعه لركله الجزاء، مع انه رمضان من افضل لاعبي مصر بل بالوطن العربي. السؤال الثاني، منذ لحظات يمكن مجلس اداره نادي الزمالك طلع بيان ان هو في اجتماع بيناقش فيها الاحداث اللي حصلت وكده، ماذا لو بيراميدز قابل النهائي في قبل النادي الاهلي؟ هل ده مطروح؟ الاستعداد هيبقى ازاي؟ الشكل العام هيكون ازاي؟ It's difficult that I'm speaking now about this case with Zamalek. This is not my part of my job. I'm very sad because happened this, but I think that everything will be good, and it's very important that Zamalek and Afrik playing this match because this is picture of Egyptian football in the world, in this part of the world. Second, Ramadan Sobhi is a very important player for my team. He has my excellent protection and support. He missed the penalty. This is football. This is not. We're going. طيب بالنسبه لجزئيه الزمالك، هو طبعا يعني حزين اللي حصل، ويتمنى ان الزمالك يلعب ماتش بكره علشان دي واجهه مصر في العالم العربي او في الحته دي من الكوكب زي ما هو وضح يعني. وبالنسبه لرمضان لعيب كبير، هو بيحميه كل الحمايه عشان هو لعيب كبير ودي كوره وطبيعي يعني. اللي حصل ده مش حاجه غير طبيعيه. تفضل. محمد مطوع، موقع القاهرة 24. كنت عايز أسأل الكوتش في البداية، عاوزين نعرف موقف ميلي. احنا عرفنا إن هو غادر المعسكر، وهل ضيق الوقت ده هيسمح لحضرتك إنك تكون مجهز بديل؟ ونفس الأمر عرفنا إن رمضان صبحي عنده دور برد وممكن ما يكونش موجود في اللقاء، وأيضا إصابة بلاتي توريه. Of me. Yes, we have only one problem. Mayele has a private problem, and normally that we can't speak about the details. He left the camp, but he will come back, inshallah, very fast. All other players are ready for the match. How we made now some small preparation to Turkey. 8-10 days. We played 2 matches, and all players now they have big level of the form, and we will not have a lot of problem for preparation for some substitution for Mayele or for some other player. طبعا هو يبتدي ان هو انت عندك معلومات اكتر منه، وبيقول لا مايلي عنده مشاكل شخصيه اضطر يغادر المعسكر ويرجع بلده. لكن احنا عملنا قعده معسكر اعداد في تركيا 8 ايام، واللعيبه كلها تقريبا في فورمه هايله وفورمه متشابهه كلهم، فمش هيواجه مشكله في اختيار البديل يعني. وبس. شكرا لحضوركم. ثانك يو كوتش. شكرا كابتن. ثانك يو. Thank you.